السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هبة روعة. نتمنى انكم تكونوا بخير وكنشكركم بزاف على تعليقاتكم اللي كتشجعني دائما. اليوم غادي نقدم لكم الريب البلدي، كيجي هائل وكيجي عاقد كيف ما كتشوفوا معايا، بدون ياغورت، كيحضر بسرعة في نصف ساعة. يلا نكتشفوا جميع كيفاش غادي نحضروا هذا الياغورت. هذا غادي نحضروه بواحد المكون اللي هو غادي يعجبكم، ساهل، مكون نباتي اللي هو الحك. دابا على بركه الله غادي نبداو في طريقه تحضير هاد الريب هذا. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا واحد اللتر ديال الحليب، يكون كامل الدسم، يكون طري. وغادي نحتاجوا لهاد شعر ديال القوق او زغب القوق البلدي، هو هذا اللي كانوا كيستعملوه الناس ديال زمان. مكون نباتي. فيت سبق لي وحضرت لكم الياغورت الكريمي اللي حضرت لكم المره اللي فاتت، استعملنا فيه الياغورت. هذا غادي نستعملو غير بهذا المكون هذا النباتي، كيجي هائل، كيجي زوين وصحي. بسم الله غادي نبداو. عندي واحد الاناء غادي نخوي فيه اللتر ديال الحليب، كيف ما قلت لكم يكون طري ويكون كامل الدسم من الاحسن. غادي نديرو يغلى فوق النار، ماشي يغلى، غير غادي يدفى، ما نخليوه حتى كيغلى، غير غندفيوه شويه كيف ما عملنا في الياغورت السابق. ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش غنعملوا ليه. راه هذا الريب هذا البلدي راه كيوجد بسرعه، وبالاخص الا كان عندكم داك الحك مزيان، حاولوا انك يتباع عند العطار تشريو شي حك اللي كيكون بلدي باش كيجبل لكم هذا الريب هذا بسرعه. حيت كاين بعض الانواع ديال الحك اللي ما كتكونش بلديه، مثلا الا كان داك الحك الرومي ما كيجبنش لكم الحليب. غادي نديروا الحليب ديالنا يدفى، غير يدفى، يوصل لديك 40 درجه، كنقيسوا بالاصبع ديالنا صافي، ما نسخنوش بزاف. الهدف من نديروه يسخن هذا الحليب هذا باش كيسرع لنا العمليه ديال الترويب ديال هذا الحليب هذا. من بعد غادي نجيبوا هذا الحك اللي غنديروه في واحد الشاش او واحد الزيف، الا كان عندكم داك الزيف ديال حياتي او فاصمه بحال هذه، انا عندي صغيره، هاد الكميه دي غنديرها على زوج. الا كان عندكم زيف كبير غديروا غير قطعه واحده. غادي نعقدوا عليه مزيان، ومن بعد غادي نديرو في الحليب عندي راه كيسخن، راه طفيت عليه. كيف ما شفتوا معايا جبت الكميه الاخرى حتى هي غادي نعمل لها نفس الشيء، حتى هي غادي نعقدها. الا كان عندكم زيف اكبر يكون احسن، بلا ما تحتاجوا ديروا جوج ديال الكموسات، غير كموسه وحده كديروها صافي. من بعد ما غادي نعقد هذه حتى هي، غادي نجيب الحليب عندي راه دفا، غندير في واحد الكويس، هاد الكؤوس، وغادي نصب عليه الحليب وغادي نبدا نحك فيه بالاصابع ديالي. نحاولوا هاد العمليه نقوموا بها سريعه، لان هاد الحك عندي كيف ما قلت لكم البلدي او شعر القوق او الارتشوكي دغيا كيروب، وبالاخص من تيكون الحليب دافي. نحاولوا نقوموا بعمليه سريعه. نتوما تشوفوا ان هاد الحليب هذا غادي يروب في اليد. غادي نحكوه، هذاك الشيء علاش سموه الحك، لان ضروري خاصنا نحكوه باش كتخرج منه ديك الماده اللي كتروب لنا الحليب. يمكن لكم هذا الريب هذا ديروه، يعني تضيفوا ليه السكر كما شفتوا معايا، راه راب ليا في ايدي. يمكن لكم ديروا فيه السكر، تنسموا باي المزهر، ديروا فيه اي نكهه بغيتو نتوما. صافي كنخلطوه، شفتوا معايا دغيا كيروب، شفتوا انه علاش قلت لكم العمليه تكون سريعه. صافي كنخلطوه مزيان. يمكن لكم انكم تصفيوه، الا ما نسجمش لكم مزيان يمكن لكم تصفيوه واحد الصفايه، ومن بعد كتجيبوا واحد كؤوس او زليفات وكتصبوا فيهم هذا الخليط هذا. لكم الاختيار، لان هذا الخليط هذا غادي نخليوه، ما غندخلوش الثلاجه، غادي نخليوه في حراره المطبخ. دابا راه الجو سخون، ما غاديش ياخذ منا الوقت كتير. تقريبا هذا وجد عندي في نصف ساعه بالضبط، نصف ساعه وجد عندي. علاش قلت لكم من الاحسن تجيبوا واحد الحك اللي كيكون بلدي. الا لقيتو تلقاو داك الحك البلدي كيكون زوين، تشريوه من عند الناس الثقه اللي كتاخذوا من عندهم، كتقداو من عندهم. صافي انا غنجيب الكؤوس ديالي وغنديرو نغطيوه بواحد الفيلم غذائي او ورق. انا درت ورق المطبخ، قطعته مربعات ودرت ليه داك اللاستيك هذاك من الجانب، يعني كيكون القضيه سهله. صافي وغادي نخليه في المطبخ ديالي من بعد حتى يعقد. يعني مرت عليه واحد نص ساعه كانت كافيه، مع دابا الجو سخون، نص ساعه كانت كافيه انه باش يعقد لي هذا الريب هذا. وندخلوه الثلاجه حتى كيبرد مزيان ونقدموه، كيجي هائل. يمكن لكم تنسموه باش ما بغيتو، تنسموه بالمزهر، تنسموه بنكهه اللوز، ديروا ليه السكر،
انا درت لكم اليوم ريب بلدي طبيعي 100%. ان شاء الله ندير لكم منه وصفات اخرى، علاش لا. صافي انا حنا غنخليوه يرتاح ومن بعد غادي نقدموا لكم الصحه والراحه. الريب ديالنا هو هذا البلدي، كيجي هائل، كيجي زوين زوين بزاف، كيجي عاقد، كيجي من داكشي رفيع ودغيا دغيا كيوجد، ما كياخذش الوقت وصحي. نقدموه في الفطور، في رمضان، في السحور، ممتاز في السحور، صحي، يساعد على الهضم بدون اي مواد حافظه. يمكننا نقدموه مع الفواكه، اي فواكه عندنا. كيف ما قلت لكم كنا نضيفوا ليه السكر او العسل او اي نكهه بغينا. قدموا لكم الصحه والراحه. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي اللي كيزور القناه ديالي اول مره، وبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.